مكائد نيكولا الجديدة وسر موته. ظهور بطل جديد ينقذ القبيلة. مفاجأة أيجول. كيف سيتم أسر سافجي ودوندار؟ وكيف يتم إنقاذهما؟ لا تنسى في البداية الضغط على إعجاب حتى تصلك الحلقة الجديدة، والتأكد من تفعيل وصول كل الإشعارات. المؤسس عثمان، حصريا على قناة المحقق عثمان. كما أخبرناكم في التحليل الأول أن أيجول كانت تلحق بعثمان وسيكون لها دور في إنقاذه، وبالفعل تم التأكيد على صحة تحليلات المحقق 100% من خلال الإعلان الثاني، حيث ظهرت أيجول ترتدي زي المحاربين البيزنطيين، وانضمت إلى بوران وجوكتوغ اللذان ظهرا أيضا بزي المحاربين البيزنطيين، مما يؤكد خطة عثمان التي شرحناها في التحليل الأول لكي يهربوا من القلعة. وكانت أيجول تنتظرهم وساعدت في تمهيد الطريق والهروب من القلعة. سنكشف بعد قليل مصير نيكولا ومفاجآت كبيرة. أثناء هروب عثمان مع أيجول وجوكتوغ وبوران سيلحق بهم محاربون بيزنطيون في الطريق، وكان عثمان يتوقع ذلك، فدبر كمينا في الطريق وقتل المحاربين، وساعده بوران وجوكتوغ وأيجول. سيعود عثمان مع أيجول وبوران وجوكتوغ إلى قبيلة القاي، وتصدم السيدة طرهون جاسوسة نيكولا عندما ترى عثمان قد عاد إلى القبيلة سالما، رغم أنها أخبرت نيكولا أن عثمان سيتسلل إلى القلعة، وكانت تتوقع أن يمسك به نيكولا. بعدما يعود عثمان سيواجه أخيه سافجي أمام الجميع، ويبدو أن سافجي سيهدد عثمان بالأسر أو النفي، وبالطبع من الصعب أن يفعل سافجي ذلك، حيث يوجد دعم كبير لعثمان من غالبية محاربي القبيلة والكثير من سادة القبيلة، منهم بمسي والغازي عبد الرحمن. لكن ما هو مصير نيكولا؟ احتار المشاهدون بسبب مشهد من الإعلان الثاني ظهر فيه نيكولا ميتا وأمامه فيلاتيوس ومحاربين بيزنطيين، ويقوم فيلاتيوس بطقوس الأموات لديهم، وهي وضع السيف وراية البيزنطيين على نيكولا. لكن نتأكد أن نيكولا ما زال حيا من مشهد آخر من الإعلان، وأكدنا من قبل أن نيكولا لن يموت، لأنه تاريخيا لا يموت بهذه الطريقة، وما زال أمامه الكثير من الأحداث والحروب مع عثمان. لكن لماذا فيلاتيوس يقوم بهذه الطقوس ويتظاهر نيكولا أنه مات؟ لأنها خدعة جديدة من نيكولا، ولا يريد أن يعلم أي أحد أنه ما زال حيا، حتى محاربي القلعة، لأن نيكولا أصبح يشك بالجميع، خاصة بعدما ظهر محاربين مندسين بين محاربي القلعة أنقذوا عثمان. لذلك أراد نيكولا خداع الجميع أنه مات، ولن يعرف أي أحد غير فيلاتيوس، وربما بعض قادة نيكولا المقربين فقط. لكن ما الفائدة من مكيدة نيكولا؟ يريد نيكولا أن يسعى فيلاتيوس للقصاص وقتل سافجي ودوندار مقابل قتل عثمان نيكولا، كما يستمر فيلاتيوس في تخريب سوغوت، وهي المكيدة الجديدة التي سيتحرك فيها فيلاتيوس مع جيركوتاي الذي أصبح تابعا لنيكولا، لكنه يتظاهر بذلك وما زال مخلصا ليولاك، وسيعمل جاسوسا لصالح يولاك. المزيد من التفاصيل والمفاجآت في التحليل السابق.
سيتواجد فيلاتيوس وجيركوتاي في سوغوت أثناء تنفيذ المكيدة الجديدة، وهي تفجير السوق في سوغوت من خلال عربة مليئة بالبارود، ويتم تسريب البارود حتى يتم التفجير عن بعد. لكن سيظهر بطل جديد من قبيلة القاي، وهو الذي سيكشف هذه المكيدة ويقتل تابعي فيلاتيوس الذين مع العربة. وسيؤدي دور هذا البطل الجديد أحد أبرز الأسماء في عالم رياضة الكيك بوكسينج، والحاصل على أبرز الألقاب في بطولات العالم وأوروبا، وهو اللاعب الأذربيجاني زابيت سميدوف. وسيكون له دور هام، لكن للأسف لم تكشف الأخبار من سيكون، فربما أحد أهم محاربي عثمان أو ابن سلجان الذي هرب من المغول، وسيتضح من يكون قريبا. سيتحرك فيلاتيوس من أجل مكيدة جديدة مع محاربيه، لكن الدرويش كومرال سيراقب تحرك فيلاتيوس ومحاربيه، ويخبر بوران الذي سيخبر عثمان أن فيلاتيوس يتجه إلى سوغوت مع محاربيه. سيشك عثمان في مكيدة جديدة للبيزنطيين، فربما هذا فخا ولن تكون فقط مداهمة سوغوت. سيذهب عثمان ليجتمع مع إخوته، ويتفاجأ بهم يجتمعون مع يولاك. سيحذرهم عثمان من تحرك فيلاتيوس والبيزنطيين، لكن يبدو أنهم اتفقوا مع يولاك على شيء آخر، مثل اتفاق الصلح مع البيزنطيين، وهو ما كان يسعى له يولاك. لكن سيرفضه عثمان، لأنه يعلم أن البيزنطيين يدبرون فخا وسيمسكون بهم، خاصة بعدما هاجم نيكولا. ورغم أنهم لا يهتمون بكلام عثمان، لكن يخبرهم عثمان أنه سينقذهم من جديد. وبالفعل حدث ما توقعه عثمان، وتم الإمساك بسفجي ودندار، ويتفاجئان بنيكولا ويقوم بتعذيبهما، ثم يأمر نيكولا بإعدام سفجي ودندار في اليوم التالي. وعلى الفور يتحرك عثمان ويتسلل إلى القلعة ليلا مع محاربيه، وسيدبر كمينا لإنقاذ سفجي ودندار قبل إعدامهما، كما حدث في الموسم الأول من أرطغرل في حلب. لكن ربما توقع نيكولا أيضا تحرك عثمان واستعد للإمساك به، لكن بالطبع سيفشل، ويكون عثمان كالمعتاد قد جهز خططا لكل الاحتمالات. موعد الحلقة يوم الأربعاء هذا الأسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، ويتم رفع الحلقة كاملة ومترجمة بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق، وتتم الإذاعة على التلفاز مساء يوم الخميس على قناة الفجر واليرموك، وتتم الإعادة يوم الجمعة ظهرا. والكثير من المفاجآت نعرضها قريبا إن شاء الله. وكالمعتاد نخبركم متابعين بكل ما هو مميز، فلا تنسوا الضغط على إعجاب والتأكد من تفعيل وصول كل الإشعارات حتى تصلكم الحلقات الجديدة. نراكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.